أصدقائي المستمعين وأصدقائي الطلبة والطالبات، كل سنة وكل أصدقائنا بخير وبصحة وسعادة. بكرة إن شاء الله مصريين كلهم بيحتفلوا بعيد شم النسيم. اي نعم، عيد شم النسيم جاي في رمضان، بقالنا سنتين بيجي في رمضان، بس برضو المصريين دايما بيحتفلوا بيه، ودايما بيكونوا عندهم كده بهجة وسرور يوم شم النسيم، حتى لو مش هياكلوا الرنجة والفسيخ والاسماك المملحة، بس يعني الصبح كده دايما يعني الورد والزهور يقعدوا يلونوا البيض كده، حتى لو مش هناكله الصبح طبعا عشان الصيام، لكن عادات كده وتقاليد توارثناها ان احنا نلون البيض وناكل بعض الاكلات المحببة لينا خلال هذا اليوم، خضراء طبعا زي البصل والملانة والخس، حاجات كتيرة قوي خدناها في احتفالنا بشم النسيم منذ العصور التاريخية المختلفة، وتنقلناها هذه الأطعمة عندنا كمصريين. شم النسيم، كلمة شم النسيم عايزين نعرف أصلها إيه، وإيه العصور التاريخية اللي بدأ فيها الاحتفال بشم النسيم، وكانت الاحتفالات زمان عبارة عن إيه، ووصلت معانا لغاية لما وصلنا دلوقتي بهذا الاحتفال اللي دايما بنبقى محبب لقلبنا كبار وصغار. معايا ومعاكم طبعا المؤرخ والمحاضر الدولي أستاذ بسام الشماع، اللي مشرفني ومنورني على راديو التعليمية. أهلا بيك يا أستاذ بسام. اهلا بيكم، وخليني احيي كل الساده المستمعين بوقتنا في الرامبت دي، بقى معايده بقى لكل اي عيد، يعني اي عيد كل سنه وانتم طيبين. تعيدوا بالهيروغليفي ونفر رامبت. وقت كلمه هيروغليفيه ولازم تجيب بثلاث نقط تحتيها، مش ويب حاجه ثانيه. ويب بمعنى افتتاحيه او افتتاح. نفر يعني جمال او طيب او جيد او حسن، ورامبت يعني سنة أو عام، يعني افتتاحية عام جميل أو ويب نفر رامبت، افتتاحية العام. ويب نفر رامبت دي بقى في أي حاجة أنت عايزة تعيشي بيها. هو كان بيعيش، هو كان بيكتبها وبالهيروغليفي، كان بيكتبها على الجعارين، تمام، الجعارين يحطها في المقابر علشان الحياة الأخرى يبقى فيها سنين متجددة. وهو كان العيد بتاعه، العيد بتاع السنة بتاعته يعني بتاعت ويب نفر رامبت دي كانت 19 يوليو. ده كانت السنة الجديدة بتاعت المصري القديم، لأن هو كان بيعتمد على وصول مياه الفيضان وبداية المواسم. فقال لك خلاص الفيضان جاي بالغريان وبالطين وبالخصوبة والجمال، هيجي المية هتقعد 4 شهور، مية هترجع تاني النهر النيل هتسيب للطين، هبدأ أبصر البذور بتاعتي. فبدأت السنة بتاعته إن الأرض هتحيا وهتعاد تاني بعثها من الموت. فبالتالي انا كمان السنه بتاعتي انتهت وهتبعث من جديد في سنه جديده. عمل طقس حلو قوي كعاده المصري القديم، ومن هنا جت ويب نفرنا. طيب، شم النسيم يمكن بيعتقد المصريين وتنقلناه في هذا الاعتقاد ان شم النسيم ده بداية بيرمز لبدء خلق العالم وبعث الحياة، وان الحياة دايما بتكون حياة جديدة في شم النسيم. عايز اعرف عيد شم النسيم الاصول التاريخية بتاعته اللي تنقلناها، وبداية الاحتفال كانت شكلها عامل ازاي ووصلت معانا لغاية ايه؟ بصي، في التعامل مع شم النسيم احنا عندنا مدرستين في الاثار والتاريخ والحكايه بتاعت المقولات الشعبيه. كويس؟ ده في التاريخ عامه. يعني انا بحب امشي على المدرسه بتاعت النصوص، اللي هي لو في نص مصري قديم معين بيقول لي على حاجه موثق، فانا بمشي انا بمشي مع النص وبمشي الموثق. الله ينور عليك. علشان ما نقعدش ممكن يبقى في كلام محطوط، الكلام المحطوط ده ممكن يبقى صح ممكن يبقى غلط. اذا نمره 1 هنتكلم بالنص. مطلع كل موسم في مصر القديمة عيد. يبقى إذا اليوم الأول من كل موسم عند المصري القديم بالنص عيد، كان عيد. طيب، إيه حكاية مطلع كل موسم دي؟ هو كان عنده كم موسم المصري القديم؟ كان عنده 3 مش 4. مش 4 زي طيب، المواسم دي يا فندم: موسم الآخت يعني الفيضان، موسم البرد، واحفظوها برد برد برد. برد الدنيا سقعت، الدنيا بردت، يبقى برد. والشمو هنا بقى دي شمو اللي هو شم شمو بقى اللي هو الحصاد والربيع والحاجات دي، اللي هو اللي هو بيحلو للبعض ان هم يقولوا كلمه شمو. هي تحرفت الهيروغليفي اتحرفت بقت شم. بقت شم.
دي صعبه شويه ان انت تثبتيها، لان انت بتتكلمي على كلمه من 4000 سنه، تمام. فصعب ان انت تعملي لها تريسنج او تعملي لها ايه رد عبر السنين دي كلها. لكن بيحلو، وعندنا احنا في مصر بالذات احنا بنحب الحكايه بتاعت ان احنا نربط بين الكلمات وبين سجع الكلمه ذات نفسها ووزنها وصوتها. طيب، هل المصري القديم اكل هذه المأكولات؟ اكل هذه المأكولات بامتياز. يعني عندنا مناظر على المقابر على الجدران ومناظر على المعابد بها ترابيزات، الترابيزات دي عليها مأكولات. هنا بنتكلم على طول السنه بقى، لان هو عنده نهر النيل، ونهر النيل فيه سمك، والسمك كتير ما شاء الله، ما بين قشر البياض اللي هو عرفه كويس ورسمه ونحته على الجدران، واسماك كتيره جدا، ها، وبالتالي الاسماك النيليه قصدي يعني، وبالتالي اكل السمك. طيب، السمك اللي اكله ده انواعه ايه؟ النوع بتاع بتعامل مع السمكه ازاي؟ هيرودوت بيقول لنا ان المصريين بياكلوا السمك الغير مقدس. يبقى اذا عرفنا ان المصري القديم في الكهنه وكده كان عندهم سمك مقدس، سمك معين مقدس، ده مش هيتاكل. خلاص. طب والسمك اللي مش مقدس لا اكلوه. طب واكلوه ازاي؟ قال لك يا اما غلوه، يعني غلوه بالميه الغليه يعني مغلي، يا اما مشوي، يا اما مجسس، يا اما مملح. اهو عندنا بقى التمليح اهو، اللي هو فكره تمليح السمكه ذات نفسها، احط ملح في السمكه. والجديده بقى اللي انا جايبها لكم، والنيئه اللي هي ايه؟ النيئه اللي هي ايه؟ اللي هي السوشي. السوشي يعني احنا السوشي ده مش ياباني، ده احنا عندنا من الفراعنه. يعني معلش يا الصين ويا يابان، لا خلي بالكم. مع كل احترامنا طبعا للحضارات الجميله اللي احنا بنحبها، لكن الراجل قال لنا الكلام ده 400 قبل الميلاد، وانا عندي دليل نصي في هذا الموضوع. ادي ايه؟ ادي واحد، البصل الاخضر ابو شراشيب ده بالرسمه وبالالوان مرسوم على جدران المقابر. وبالمناسبه المصري القديم كان بياكله في طقاته، يعني المصري القديم كان بياكل 3 طقات في اليوم، والقصر الملكي كان بياكل 4 طقات. كويس. في الطقات الثلاثه بتاعت المصري القديم كان في حاجات كان في حاجات اساسيه زي البصل ابو شراشيب ده لما كان بيبقى موجود. عشان كده بقى الربيع والخضار والحصاد، انت عندك دلوقتي حصاد الحاجات الخضراء حلوه بالظبط، يعني في مواسم معينه بيطلع الاخضر فيها. حضرتك كنت تقدمتي في المقدمه قلتي الزهور وكده، وهرجع لك على الزهور حالا، ده الزهور مهم قوي في مصر القديم. فبالنسبه للبصل كان بياكله، وكعاده المصري القديم كان بيستفيد من الاكل في 3 حاجات. واحد، الطعم والاكل واللذه والتمتع، لان المصري القديم كان بيمتع نفسه جدا، كان مهتم بنفسه قوي، كان يعني عنده الشخصيه الفرعونيه كانت مهتمه بنفسها قوي، بتحب نفسها مش بس شكلا، لا كمان مضمونا في تربيه كاساس، وكمان صحيا. اوعوا تصدقوا يا مستمعينا يا كرام بان المصري القديم طول النهار عمال يحفر في مقبره، وطول النهار عمال يبني في هرم، وطول النهار عمال يوقف في مسله ويكتب في هيروغليف. الكلام ده كلام مش مظبوط. انجز هذه الانجازات تمام التمام، تعظيم سلام، لكن ده كان بيعيش يومه، وكان بيروح الشغل واحتفالاته، وكان بيبقى شخصيه عيديه احتفاليه. صح. احنا عندنا ملك اسمه عيد. دي المفاجاه رقم 2 النهارده اللي جايبها لكم. يعني اول مفاجاه بتاعت السمك الني. النمره 2 ان احنا كان عندنا ملك اسمه حر ام حب، وانتوا كلكم عارفينه، بس انا هقول لكم الاسم اللي انتوا عارفينه بيه. حر ام حب، حر يعني حوره بالهيروغليف صقر، ام في حرف الميم ده يعني في الهيروغليف، حب يعني عيد. يعني كلمه حب بالهيروغليفيه لما تنطقيها كده تعني عيد او احتفال. يبقى حر ام حب معناها ايه؟ عيد او في عيد. حر ام حب ده اللي انتوا بتسموه حرم حب. حرم حب. عشان كده لما انا كنت بقى طالب تملي بان الهيروغليفي يتدرس ويتدرس صح، مش